إدارة نادي الزمالك في قناة نادي الزمالك بدل ما هي تفكر ازاي تكرم لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب نادي الزمالك محمد صبري الفقيد، يعني بدل ما تفكر ازاي تكرمه بشكل او باخر، شكل يليق بنجم كبير لنادي الزمالك، وشكل يليق بإدارة نادي الزمالك، وشكل يليق بالكرة المصرية في العموم. بدل ما هي تفكر ازاي تجيب مساهماته، بدل ما تفكر تجيب حاجات كتير جدا ممكن تأديها لكابتن محمد صبري، راحت تجيب ماتش كان كابتن محمد صبري مش عارف تقريبا بيلعب الاتحاد ولا بيلعب مين، وكان يعني بيبين اعتراضه فاضطرد، فيبدأ يقول لك شوف الظلم اللي وقع على كابتن محمد صبري ومش عارف ايه ومظلوميه وتحس ان نادي الزمالك كله عايش اصلا في سكه المظلوميه ديت، مش عايز يطلع منها حتى في احلك الظروف وحتى في احلك المواقف، زي موقف وفاه. انه المفروض نبين عظمه الراجل دوت، وقد ايه هو ساهم مع المنتخب، وقد ايه هو ساهم مع فرقته، وقد ايه كان بيحب فرقته، وقد ايه كان بيدي لفرقه نادي الزمالك. بدل ما نبين دوت ونعمل لقاءات في الشارع على الراجل ونعمل برنامج ونفرد له مواقف ونفرد له اهداف ونفرد له حاجات كتير جدا. احنا رايحين يعني نجيب ماتش اتطرد فيه كابتن محمد صبري عشان نقول شفت الراجل واقع عليه الظلم ازاي، شفت هو متوفي، كاننا احنا بنبيع وبنشتري في الراجل وبالمواقف في وقت وفاة الراجل. شيء غريب جدا من إدارة نادي الزمالك، شيء غير مفهوم بالمرة. معرفش ازاي الناس دي بتفكر، او ازاي الناس ديت، معرفش الناس ديت ازاي بتطلع افكار زي ديت مثلا على الميديا او على الاعلام. يعني اتمنى ان الناس او القائمين على الحاجات ديت تبدا تراجع افكارها وتبدا تفكر بالطريقه الصحيحه.